الالهام مش مجرد الفكره، صح. ولا ان انا يبقى عندي دافع قوي ورا الفكره. الفكره ملك اللي نفذها. مش انت عندك فكره لمشروع مثلا وعايز تعمله، وبعدين جه بعد فتره حد تاني غيرك هو اللي عمله، اه. فتقول ده سرق فكرتي. مم. هو لا، الفكره ملك اللي نفذها. مم. فهو دلوقتي لما احنا اتكلمنا على الاكل، صح؟ مم. وقلت لي انت جعان ولا ايه؟ هو انا لو جعان، انا جعان دلوقتي، في جمله كده اسمها انا جعان ماشيه جوه جسمي. يعني في كلمه انا جعان دي مم. ماشيه جوه جسمي بتخليني اقول. لا. فهو ده عباره عن ذبذبه او طاقه مم. بتعبر عن فكره ان انا جعان. مم. الالهام كده يا منال، مم. والافكار كده ملح، بيلح بالظبط علينا ان كده، احنا موجوده نروح في كل حته، هي دافع ذبذبه. قوي. صحيح. انا فكره ان انا اعمل المشروع ده، اه. هي الفكره جات لك انت وبس. ولو ما اتنفذتش احنا خلاص، يعني الالهام وقف عند وجود الفكره عندك. بالظبط. اكتشفت كده الصراحه، يعني انا اتفاجئت ان الالهام مش مجرد الفكره، صح. ولا ان انا يبقى عندي دافع قوي ورا الفكره. هي الفكره فعلا في التنفيذ زي ما انت بتقول. صح.